الحقيقه ربع ساعه اللي اداها لي سياده الرئيس هي دوب عشان اشكر الحضور، لان كل الحضور حضور نوعي من الادباء والشعراء. احنا ما عندناش غير رئيس واحد بس، ما تدينيش في داهيه. احنا عندنا رئيس الجلسه. لا وعندنا رئيس الجلسه. الحقيقه كل الساده الحضور من الادباء والشعراء والاصدقاء كلهم اصدقائي، يعني كل اللي انا شايفهم اهلي وازواجي واصدقائي واحبائي من الشعراء والادباء والمثقفين والمثقفات، الحقيقه كلهم باسمي له كل الشكر والتقدير. لكن عايز اخص صديقي الكاتب اللبناني محمد الطعام، دكتور محمد الطعام، تحيه لسيادته. دكتور محمد من اكبر ادباء المشرق العربي وفرنسا كمان، لان حياته كلها فرنسا، معظم رواياته باللغه الفرنسيه وبعضها كتب العربيه، فشرف لي وجودك النهارده صديقي العزيز الدكتور محمد الطعام. كل الساده الاحباء الموجودين كلهم باذن الله كل الشكر والتقدير. الناس اللي جت من الاسماعيليه وهم خارج القاهره والناس اللي سابت اشغالها والى اخره، الحقيقه مفيش كلمات توفيق الشكر، لكن يعني بحمد ربنا على محبته، بحمد ربنا على ان في ناس يعني بتسعى دايما في الخير من باب المحبه الخالصه لله تعالى. بشكر المنصه الكريمه طبعا، اخواتي واصدقائي الاعزاء كل واحد باسمه، لكن اختي الحقيقه وصديقتي العزيزه الدكتوره ناهد عبد الحميد، دايما لو ده طنط ناهد بس هي مش طنط ولا حاجه، انا اكبر منها في السن يعني، عادي عادي. يعني هي الحقيقه حاجه حلوه في حياتنا الثقافيه، سواء داخل وزاره الثقافه او مسرح الهناجر او هنا. والحقيقه هي قالت حاجه بس هي غالبا ما كانت بتدبسني في الادوات بتاعتها، يعني انا تقريبا الجوكر اللي اول ما تلاقيني تمسك فيا عشان تقعدني خلاص الدنيا مرت بسلام، يبقى مرت بسلام. الدنيا فيها حاجه يلا اسعد، يلا اطلع على المسرح. المنقذ المنقذ والله. صديقي العزيز الكاتب الكبير الاستاذ احمد السرساوي، يعني الحقيقه هو صاحب المبادره وفاجئني بهذه المبادره. بجد كل كلمات الشكر مش هتوفيك حقك على هذه المبادره الكريمه وعلى اهتمامك وثنائك على هذا النص الادبي الذي اتمنى انه يعجب الساده القراء. لكن في الحقيقه هو ليس النص الاخير، النص الاخير لسه ما اتكتبش. انا المكذوب، ده النص الاخير اللي هو قيد الطباعه الان، هو مجموعه قصصيه بعنوان انا المكذوب. مش الاخير يا دكتور، الاخير لسه ما جاش، الاخير لسه بعيد. حاليا ده الاحدث، ده الاحدث. اوكي ان شاء الله. الحقيقه روايه بنت الحاره الحقيقه هي بتحكي حكايه مصر بلدنا في حاره ابعد ما تكون عن حاره نجيب محفوظ، ليس بشهادتي ولكن بشهاده النقاد الذين قرأوا هذه الروايه وتخوفوا ان يقع طارق منصور في فخ واسس نجيب محفوظ ويطلع شغله استنساخ من استاذنا نجيب محفوظ. ولكن الحقيقه هذا ما قاله على سبيل المثال الاستاذ الدكتور شريف بدايات في احدى المناقشات، وقال نصا يعني عندما سلمني الدكتور طارق النسخه تخوفت ووضعت يدي على قلبي خوفا من ان يقع في اسر نجيب محفوظ ولا ينفك من روايه من ثلاثيه نجيب محفوظ. ولكن بعد ان قرات الروايه استطيع ان اقول ان حاره طارق منصور تختلف تماما عن حاره نجيب محفوظ، لان حاره نجيب محفوظ هي حاره ولاد البلد جدعان يكون الشهامه فيهم زي ما شفناها كعاده من الروايات والاعمال الدراميه والسينمائيه. لكن روايه طارق منصور هي روايه الحاره التي بدات تشكل مرحله عشوائيه في مصر. في وقت كانت حدود القاهره بتنتهي عند ال1000 مسكن، لو حد ياخد باله من الخريطه، فكانت حدود القاهره بتنتهي عند ال1000 مسكن، وبعد ال1000 مسكن بيجي الدنيا صحراء لحد ما تطلع بره لمنطقه المرج، هي كانت لسه بخيرها زراعات الى اخره. فالحقيقه هذه الحاره نشأت في هذه المنطقه الصحراويه، تجمع عشوائي ظهر، الناس خرجت هجره داخليه من هنا وهناك داخل مصر، التموا شكلوا حاره، الحاره ديت حسب البطله لما بتقول هي سقطقيط، ما هياش موجوده في التقرير ولا لها اي ذكر عند الحكومه نهائيا، هي مجرد تجمع بشري بشكل حاره. وهنا بنبتدي نلمس ان كل واحد جاي بثقافته الداخليه، لكن الى حد ما كان في توائم، كان في تكامل،
كان في لازال موجود بعض القيم والعادات والتقاليد، وزي اللوحه بتاع الاستاذ التشكيلي ابو العزم بتعبر، هو ده شكل الحاره المصريه بتاعتنا. الناس بتقعد تلاقي بعض من الشبابيك والبلكونات ويتكلموا ويضحكوا، وهي قاعده بتقرن الباميه وبتقطف الملوخيه وكذا. هو دي الحاره بتاعتنا اللي احنا شفناها، سواء كنا ساكنين فيها او زرناها او زرنا اصدقائنا او عشنا فيها او الى اخره. لكن الحقيقه هنكتشف في هذه الحاره انه بدا الارهاب يتمدد الى هذه الحاره، بدات الزوايا تحت البيوت تطلع، بدات الجماعات الارهابيه تستخبى في هذه الحاره العشوائيه، بدا يبقى في مسلم ومسيحي ويحصل نوع من الانفصام داخل الحاره، بدا التشهير في نتيجه العشوائيه والجهل من بعض الجماعات الارهابيه المتاسلمه او اللي بتتمسك بالاسلام، تشهر بواحد من ابطال الروايه وهو المعلم عبد الله، اللي محدش يعرف اذا كان مسلم ولا مسيحي، لكن كل الحكايه كنا في صدره مكتوب عليها الله مرحبا. محدش فاهم العباره المكتوبه دي خالص، لان الراجل لا دخل صليب ولا بيتكلم في الدين ولا كذا، بالعكس عنده عربيه بيجو 405 من بتوع زمان، كان كل جمعه يجيب فيها اكياس ويوزع على الستات بتوع الحاره هذه المعونات بغض النظر عن هي دينها ايه او تبع ايه، والناس تدعي يا رب اشوفك يا ابو عبد الله عند ابو ابراهيم، يقول لها امين يا حاجه، يا رب اشوفك في الكعبه، يقول لها ان شاء الله يا حاجه، والامور ماشيه طبيعيه جدا مفيش اي مشكله، الى ان ياتي جماعه الارهابيين دول داخل الحاره، وبتحصل صدفه انه بيتوفى الشخص مجلس الشعب عن هذه الدائره، فالبابا شنودة بيرشح المعلم عبد الله لعضويه مجلس الشعب. فهنا اثبتت في الجماعه الارهابيه ادركوا هنا ان عبد الله ده مسيحي، وبداوا يشهروا فيه في الوقت اللي هو تبرع ببناء مسجد للحرم على نفقته الخاصه. وهذا المسجد في الحقيقه عشان بفكره ذكيه منه انه يقضي على الزوايا وعلى الجماعات الارهابيه اللي داخله في هذه الزوايا وعامله صحيفه في الحاره كده تعملوا ايه وما تعملوش ايه الى اخره. الحقيقه ده خط في الروايه، الخط الثاني هي البنت بنت الحاره اللي اسمها عواطف، اللي طول عمرها من صغرها يقولوا لها يا دكتوره يا دكتوره، لحد ما عاشت في دور الدكتوره فعلا، واللي حصل ان هي جابت مجموع في الثانويه ودخلت كليه الطب. ولما دخلت الطب عاشت الحياه الجامعيه في 81، الروايه سنه 81 وبتنتهي سنه 83، يعني هي سنتين اثنين فقط بتعالج فيهم. لكن في السنتين دول بتعكس في الخلفيه حجم التشوه اللي بدا يصيب المجتمع المصري بعد ما يعرف باسم عصر الانفتاح او سوء تطبيق الانفتاح. سوء تطبيق الانفتاح، لان اوريدي احنا لسه نزلنا عايشين في الانفتاح الاقتصادي، ولكن سوء تطبيق التجربه في السبعينات ادى الى تشوه في المجتمع اللي هنبتدي نشوفه هنا. على سبيل المثال في الاسطى حسن اللي عارف ان بنته بتروح بتشتغل مساعده لرقاصه في شارع الهرم، وان هي اللي بتلم لها الفلوس وهي اللي بتضمن لها القعدات، والبنت بتيجي اخر الليل سهرانه في عربيه، كل يوم تيجي بعربيه شكل، فتكون النتيجه من اهل الحاره يشكوا في سلوكياتها ويبتدوا بابوها مسكين الاسره يعني مجبر على امره عشان يربوا ولاده. بنشوف محمد البطل وهو اسم على مسمى اللي كان معلق في الصاله في الشقه بتاعته صورته والسادات بيكرمه وبيديله وسام من اوسمه في حرب 73، ومعلق صورته مع المشير احمد اسماعيل علي وهم على الجبهه. لكن بنشوف ان محمد البطل في النهايه تمثال الخبيث، ولما بيجي له فشل كلوي للاسف الشديد مفيش اي اهتمام. هنا بعكس الى اي مدى جيل اكتوبر اتظلم ما خدش حقه. هذا الجيل اللي في النهايه اللي عملوا البطولات في حرب تشرين 73 في النهايه شغالين في مهن وضيعه لا تتناسب مع حجم البطولات اللي قدمها مصر للامه العربيه، وهي متجسده في محمد البطل اللي كل الناس كانت بتهابه في الحاره لانه كان مجانس، كان جماوي، كان جسم طول في عرض، ومع ذلك كان يعشق الرئيس السادات جدا في هذا الاطار. فبتبتدي عواطف هنا بقى بتلغي رحلتها بقى في النهايه. هي راحت الجامعه اوريدي اتعلقت بمعيد في كليه الطب، المعيد من اسره غنيه جدا في مصر الجديده، عنده فيلا عنده كذا، يعني ناس من الارستقراط يعني، ولكن والدته ست متواضعه جدا، الغنى عندها مش هو المعيار. فلما بيقع في شده ويحصل له حادث ويتكسر ويروح قصر عيني، البنت دي عشان استاذها هي اللي وقفت جنبه وهي اللي كانت بتغير له، وهي
اللي كانت مساعده للممرضه في الاوبريشن زي الروم وحاجات زي كده، لدرجه انه اتكشف عليها في الغيارات لانه كان الحوض مكسر ومركب شرايح وكذا. نو يعني لابد من انه فشعر بالامتنان الشديد ازاي البنت الصغيره ديت الطالبه هي سايبه كل حاجاتها، الشهامه بقى بتاع بنت البلد اللي اتربت عليها، سابت كل حاجه وهي اللي تطلع وتساعده وتغير له وتشرف على علاجه في المستشفى في القصر العيني القديم لحد ما بيتعافى. فلما بيتعافى بيحاول يرد لها الجميل، لكن الجميل بيتقلب لقصه حب وبيتعلق بيها. في وقت خطيبته اللي هي بنت البشوات وبنت البكوات بتقول لمامته اعمله ايه؟ ده الحوض بتاعه اتكسر لا هيعرف يطلع ولا ينزل. وطبعا ده كنايه انه هيصاب بالعكس مش هيعرف يعيش حياه طبيعيه معاها وبتتخلى عنه. فعندنا كونتراست هنا ما بين بنات الارستقراط اللي كذا وبنات الحاره اللي عندها مبادئ واخلاق والى اخره وبتقف جنب استاذها في محنته وشدته. كمان عندنا سين مهم هنا لما بيطلعوا رحله المعموره والبنت عمرها لا لبست مايو بيكيني ولا راحت المعموره ولا كذا، لكن شافت مدام ناديه لطفي نايمه في المعموره على البلاج فحصل لها حاله كده يعني طب ما بقاش زي ناديه لطفي البس المايو وانام واسترخي حمام شمس طبعا بنفس التصوير بتاع الاحداث. فتكون النتيجه انه اكتشفت انه مش هينفع تنزل ميه لانه كاتبين لوحات على شط المعموره زمان مش دلوقتي، لان المعموره والمنتزه اللي بتكلم عنهم ان النزول بالمايو فقط. فتكون النتيجه ان الولد المعيد بيبعت المشرفه تشتري لها مايو من الكشك بتاع الشاطئ وهي مش عارفه ازاي تلبس المايو ده وازاي هتلبسه وازاي عارفين انت الحكايه. فتمشي البنت بقى عم تعمل كده ورجلها تخبط في رجل الثانيه وكذا مكسوفه تمشي. لكن في النهايه قالت نفسها ليه ما تعيشش طبيعي زي الطبقه اللي موجوده دي كلها على البلاج ده وتباني كما لو انت زيهم ما فيش اي فرق. فلما خلاص عاشت هذا الشعور مشيت طبيعيا وبقت انسانه طبيعيه زيها زي اي واحده من الكلاس اللي موجود على الشط ده في الوقت ده. وبدات لاول مره في حياتها تكتشف نفسها لما لبست المايوه وتجسدت قدامها. هي ما كانتش مكتشفه هذا الجانب الانثوي فيها، هي في الحاره بعبالها مدهوله مش مكتشفه ان هي. لكن في نهايه المطاف عشان ما تقولش عليكم البنت بتسافر منحه لجامعه هارفارد وكان في المنحه لابد ان هي تحقق سكور عالي عشان تاخد فول سكولارشيب. لكن لو ما عملتش الفول سكولارشيب هترجع السمر سكولارشيب وهترجع مصر تاني تكمل دراستها. التنافس هنا جه بينها وبين حضاره ثانيه هي الحضاره اليونانيه اللي بتمثلها بنت يونانيه برضه معاها في جامعه هارفارد وهما الاثنين بيتنافسوا على التوب. فبتدور الاحداث شويه في هارفارد هنا بين الاثنين في المنافسه لحد ما الريكتور او الفايس ريكتور بتاعت الجامعه بتعمل لهم مقابله شخصيه لهم هما الاثنين ومش عارفين المقابله الشخصيه دي بتحكي معاهم حكايات اجتماعيه والى اخره. وبعد كده مشيت الفايس ريكتور ومشيت وخلاص. فلما اعلنت النتيجه النهائيه فوجئت البنت ان لاول مره في تاريخ الجامعه اثنين بيحققوا نفس السكور. اثنين بيحققوا نفس السكور. فرئيس الجامعه امر ان الاثنين ياخدوا فول سكولارشيب، الاثنين ياخدوا منحه كامله وهيكملوا دراستهم في جامعه هارفارد عشان ياخدوا بكالوريوس الطب. فالبنت اليونانيه مش مقتنعه، هي عايزه تقول ان انا الافضل، يعني انا اليونان افضل من مصر. فبتسال المشرف سوبرفايزر اللي اعلن النتيجه قال لها بصي اللي طلع الاول مس ابراهيم اللي هي دكتوره عواطف وانت الثانيه، لكن انتوا الاثنين نفس الدرجه. قالت له طيب لما نفس الدرجه ليه هي طالعه الاولى؟ قال لها this is a decision of vice rector. vice rector اللي عملوا المقابله ليه؟ vice rector كانت براود قوي ان بريزيدنت سادات ميكر اوف بيس. فهم كان الامريكان عايشين في الحكايه دي ان السادات هو صانع السلام. فعشان كده لما اتكلمت معاها قالت لها وي ار براود بريزيدنت سادات ميكر اوف بيس في المقابله بتاعتها. احنا فخورين واحنا بنحب السادات في امريكا عشان هو صانع السلام. دي الحته اللي تقلت الميزان بتاعها وخلتها هي اللي يبقى لها البريورتي على البنت اليونانيه. كما لو كان بقول ان في شعره طفيفه ما بين الحضاره المصريه والحضاره اليونانيه، ولكن الحضاره بتاعتنا اللي متمثله في عواطف بنت الحاره اللي في جامعه هارفارد اللي استطاعت ان هي تقبل التحدي وتطلع رقم واحد. هكتفي بهذا القدر من تسليط الضوء على الروايه، وبس عايز اقول لحضراتكم انه هذه الروايه هي جزء مش من ثلاثيه، هي جزء من رباعيه.
فانا بكتب الجزء الثاني منها دلوقتي، واللي هيعالج حقبه التسعينات، وهيجي الجزء الثالث اللي هيعالج حقبه الالفينات وينتهي ب 2010، وهيجي بقى 2011 اسف، وهيجي الجزء الرابع بقى من يونيو 2013 لحد ربنا ما يحيينا بقى، ونقول بقى ليه كيلو اللحمه بقى ب 400 جنيه. بشكركم جدا جدا.